لا أنا شخصية غامضة موت، خدتوا بالكم؟ واضح طبعًا. تمام. لا، لا، لا 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 عارفة ضحكة ثروت؟ عارفة أنت ما تحاولش وده مش إحنا، ده مش أسلوبنا، ده مش ستايلنا، ده مش كوكبنا، ده مش مجرتنا، ده مش أي حاجة. وهو يجي صوت اللي هو الفرملة بتاعة الexpectations دي. في حتة غموض وقعت منِّك شيليها. خلّيني أحكي لكم على شخص تعالوا نسميه عبدشكور مثلًا. عبدشكور ده كان شخص حالم جدًا ونِفْسه يشتغل في شركة كبيرة جدًا ليها اسم في الmarket يعني. وهو قايم، صاحي، نايم، واكل، شارب، بيحلم إن هو يشتغل في المكان ده. بعد كده لقى إن في فرصة قدّامه على الإنترنت ليها علاقة بوظيفة اتفتحت مناسبة ليه، فراح مقدّم على الوظيفة دي. بعد كده راح عمل interview وبعد process طويلة وقابل ناس ليها علاقة بقى بالtalent acquisition واتعمل له أكتر من interview وهكذا. جاله offer وكان بالنسبة له مبسوط جدًا وفرحة مش سايعاه زي ما إحنا بنقول كده. وبدأ أول يوم شغل راح شاف الteam، قعد مع المانجر بتاعه، لقى الدنيا لطيفة والناس دمهم خفيف وحبوبين وجُمال و. بعد كده طبعًا بما إن هو حد جديد، فقرروا إن هم يعملوا عزومة، الناس دي هتروح علشان تاكل في حتة مع بعض، يتعرّفوا على بعض أكتر، أنت مين، بتعمل إيه، بتحب إيه، بتكره إيه وهكذا. فراحوا اتجمّعوا في مكان، طلبوا الأكل وقاعدين بيدردشوا والdiscussion بالنسبة له كانت لطيفة أوي، إلى أن عبدشكور بقى اكتشف حاجة ما كانش شايفها خالص في الفترة اللي فاتت دي كلّها. لمّا بدأوا ياكلوا مع بعض، لقى إنه الmanager أو الleader بتاعه حد من الناس اللي بتعمل صوت عالي أوي وهُم بياكلوا. عارفين الحد اللي هو كده ده، اللي هو الصوت اللي بيبقى مستفز كده، فما كانش عارف يعمل إيه، وكان قاعد متعصب جدًا، وعمّال بيبُص للناس اللي حواليه علشان يشوف هو في حد ملاحظ ده غيري والّا لأ. وطبعًا ال الشخص اللي هو reporting ليه ده مش مُدرك إن في حاجة مضايقة شخص قاعد أو مضايقة أي حد ممكن يكون قاعد بالصوت اللي هو بيعمله في وقت الأكل. فجوليه إحنا بنتعرّض لحاجات زي كده كتير أوي جوّه الشركات، منها حاجات تبدو زي ما أنا باقول كده، ومنها حاجات ليها علاقة أكتر الbusiness، لإن لو حياتنا كلّها يبقى إحنا هنروح في سكة مش حابينها خالص. يس. فأنتِ بتشوفي إنه ده جاي من إيه أو سببه إيه؟ طبعًا أحب أواسي عبدشكور وأواسي أي حد نزل طبق شوربة لمديره جنبيه عمل كده أهو، فيعني دي أول حاجة. بس أنا بالنسبة لي الأزمة الأساسية هي في الself awareness. زي ما كنت بتقول، هو قعد يبُص عشان يشوف هي الناس اللي حواليه شايفة إيه، هل حد غيري ملاحظ ده والّا لأ؟ إمم. فالفكرة إن هي مديره ده ما كانش عنده self awareness. self awareness هو الوعي الذاتي، أو إن أنا أبقى قادرة أشوف العيوب بتاعتي. دي بيسموها الblind area. الناس كلها شايفة إن أنا عندي العيب ده، بس أنا شخصيًا مش عارف، ودي أوكي. اللي بتبقى الأزمة. والصراحة القصة بتاعة عبدشكور يمكن دي حاجة بسيطة أوي، إن أنا يبقى مديري بياكل بصوت، خلاص أنا مش هاقعد جنبه، يعني هاقوم هاطلع Yes. برّه. بس في حاجات تانية هي بتبقى في كور الشغل، في كور التعامل، في كور الbusiness والday to day communication، مش بابقى قادر أعدّيها. عشان كده إحنا النهارده الtopic بتاعنا عن how to manage your manager. Yes. إزاي تتعامل مع مديرك، وإزاي تتعامل مع العيوب اللي لازم كل مدير هيبقى عنده عيب من العيوب اللي أنت محتاج تتعلم إزاي تتعامل معاها. إمم. احكِ لنا كده من الexperience بتاعتك، إيه أصعب نوع من المديرين بالنسبة لك قابلته، كان إيه اللي حصل؟ يعني احكِ لنا أكتر. هتقلّبي علينا المواجع كده هي بس حلقة مواجع في تتر المال فافرش بقى. والبنون آه. بيشتغل دلوقتي. قبل ما أحكي لِك بس على حاجة، عايز أضيف نقطة هنا، إنه إحنا في الشغل عامةً بنتعامل مع الناس وكلّنا عندنا عيوب، ما فيش حد ما عندوش عيوب بما فيهم إحنا وأي حد بيسمعنا دلوقتي which is حاجة طبيعية. الفكرة بس إن في عيوب إحنا بنعرف نتعامل معاها أو نتجنبها، بس في عيوب بيبقى لازم إن إحنا نحتك بيها، وده اللي أنتِ حتى كنتِ بتقوليه دلوقتي. فخلّيني أحكي لِك مثلًا على موقف أنا عِشته قبل كده، حاسس إن أنا اتضايقت والله. كان عندي واحد من الmanagers من فترة كبيرة جدًا، هو حد technically هو شاطر أوي، فاهم في شغله كويس، ولكن هو شخص ما بيحبش يخرج برّه الصندوق خالص. إمم. إنه بُصّوا يا جماعة إحنا محتاجين نعدّي من على الترابيزة دي،
فاحنا لازم نعدي من على الترابيزه دي. طيب فكره بقى ان انا الف من على اليمين او من على الشمال او من تحت او هطير او همشي على الحيط، لا ده بالنسبه له مبدا مش مقبول تماما. فازاي نمشي جنب الحيط من غير مشاكل، من غير قلق، من غير اي حوار، مهم محدش ينخرب ورانا، فاهمه؟ بس في الاخر انا ده مش ستايلي في الشغل. انت حتى كنا قلناها قبل كده انه كل حد او احنا بنحاول نجيب الحلو من هنا والحلو من هنا، فنظبط حاجه في الاخر طلع البس مناسبه لينا بالظبط، او البيست براكتس بالنسبه لنا ايه. فاذا مفيش حاجه على المطلق صح يس. او غلط، اندرس ان احنا بنتكلم بقى في حاجه حرام عيب، دي بقى قصه تانية. بس بنتكلم في البيزنس، في حاجه انا ممكن اعملها تنجح، ممكن اعملها في مكان تاني ما تنجحش، بالظبط. فمحتاجين نجرب، محتاجين نعمل حاجه جديده، محتاجين نشوف الامباكت بتاعها هيبقى عامل ازاي. ف من غير ما اروح لتفاصيل قوي، منين ما كنت بحاول ان انا اعمل حاجه مختلفه، وقف اعملها بالطريقه بتاعتي. ما تحاولش، ما تحاولش. وده مش احنا، ده مش اسلوبنا، ده مش ستايلنا، ده مش كوكبنا، ده مش مجرتنا، ده مش اي حاجه. فكان بالنسبه لي الوضع صعب جدا جدا جدا. وعايز اقول لك انه المكان ده وانا بمشي منه كان جزء كبير من قراري مبني على ان انا مش واخد حريتي في ان انا اطلع اللي عندي في المكان ده. قعدت قد ايه في المكان ده مع المدير ده؟ بامراض ولا من غير؟ باين مديرين اسباب رئيسيه للامراض. يعني بنتكلم مثلا في حدود سنتين وشويه، فكانت فتره مش قليله. ده انت جبل. عايز اقول لك بقى انه بجد انا كنت بسمع زمان عن فكره انه في مانجر ممكن يخليك تتعب في الشغل، والواحد ساعتها كانت لسه برضه خبرته مش كافيه انه يعرف يهندل الانواع المختلفه من المانجرز وهكذا. فوقتها انا عرفت يعني ايه بني ادم يتعب فعلا لمجرد ان هو مش مرتاح في الشغل او مع مديره. وعايز اقول لك انه على النقيض بقى، برغم ان هي كانت اكسبيرينس وقتها صعبه جدا 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 جدا، بس هي دي اللي خلتني النهارده عارف اتعامل مع اي حد. اوكي. يعني على قد ما اتلسعت وقتها، بس فهمت بعد كده انه هو في الاول وفي الاخر ده شغل، في الاول وفي الاخر ده حد انا بشتغل معاه، هو مفروض عليا، انا مفروض عليه، وهكذا. فبالنسبه لي الموضوع ليه نطاق معين ما يخرجش بره. اوكي. ده اللي انا اتعلمته. وبشوف انه اغلب المانجرز اللي ممكن يبقوا مضايقنا في حاجه معينه برضه بيعلمونا. يس. بس الديبانز بقى ومتوقفه على انا ببرسيف او بشوف الموضوع من بره بشكل عامل ازاي. هل انا حد بيحب ان هو يفضل يصيح ويشتكي، ولا هبدا اشوف حلول عشان اعرف ان انا اتعامل مع ايا كان بقى النوع من طيب النوع من المديرين اللي انت بتقول عليه ده اللي هو اعملها بالطريقه دي وهو بيمايكرو مانج، انا عايزك تعمل بالطريقه دي، ما تعملش اي حاجه مختلفه، ما تبدعش، ايه الحاجات اللي انا اعملها؟ يعني حد تاني بيسمعنا دلوقتي وبيقابل المدير ده، ايه التيبس اند تريكس بالنسبه لك اللي لو رجع بيك الزمن هتعملها مع الشخص ده؟ بصي بالنسبه لي يمكن الحاجه اللي احيانا ببقى محتاج ان انا اعملها اني ادي الشخص ده فكره، او احاول عارفه اللي هو ايه، احنا جايين من بعيد، فانا بحاول اديله فكره احنا ايه الحاجه اللي ممكن نعملها علشان نعمل دي بطريقه ما بيحبوش المفاجآت من الاخر. ففكره ان انا اعمل له مفاجاه دي حاجه مش لطيفه خالص، وهو هي شويه بيستراجل لما بيلاقي فيه مفاجآت يعني. ففكره ان انا ادي للشخص ده زي انترودكشن، افهمه ان انا بفكر اعمل مش عارف كذا يعني اديله فكره عن الموضوع، دي واحده من التكنيكس اللي ممكن ان احنا نعملها. احيانا لو حاجه برضو احنا بنحب نلعبها سمارت شويه، انه لو انا شايف اني هعمل حاجه جديده بس الامباكت بتاعها مش فظيع يعني، فهنا ممكن اديله السبيس اوف انه انا هعملها زي ما انت عايز، لانه في الاخر هي مش هتفيدني قوي. اوكي. من الاخر اختار المعركه اللي انت محتاج تخشها. يعني لو حاجه ليها امباكت فعلا قوي، ساعتها ممكن ان انا احاول اعرض الفكره واوصلها باكتر من طريقه وابقى صبور شويتين، لان مش اول ما تقول فكره هتحس ان اللي قدامك بقى عينه بتلمع وقد بيقف بقى يسقف لك ويقول لك برافو، مفيش حاجه اسمها كده. يس للاسف. فالفكره انه ازاي تبقى عارف توصل الفكره بتاعتك، وتحاول تبقى صبور ان انت تقنع الشخص اللي قدامك لو هي حاجه فارقالك. لو مش فارقالك فممكن تبقى دي بقى الخناقه اللي انا مش هدخلها، فانا بحاول اكسبه بيها. اوكي. فدول من الحاجات اللي انا بشوف ان كان مفروض برضو اركز عليهم شويتين. قولي لنا برضو لو انت شايفه حاجه مختلفه.
قبل ما اقول لك ولا على في حاجه حكايه؟ مختلفه، لا مش حكايه، انا جه في بالي يعني انت وانت بتتكلم دلوقتي على الامباكت افتكرت ماتريكس اللي هو بتاع effort impact matrix. مم. وانا بالنسبه لي يعني اي اوبنر خطير، انه هو بيقول ان في 4 انواع من التاسكس انت بتعملهم في حياتك. اول حاجه، او في الشغل اكشلي يعني، اول حاجه ودي كلنا نتمنى ان هي تكون موجوده، حاجه بتبقى هاي هاي امباكت بس لو effort. انا ما عملتش مجهود فظيع بس امباكت بتاعها قوي جدا، دي بيسموها كويك وينز. مم. ودي كل واحد مثلا داخل مكان جديد هو بيجري يدور على ايه الكويك وين اللي هتبين شغلي، هتبين ان انا Yes. شاطر، وتبتدي توري الناس ان الحته دي قويه. ودي احسن حاجه ونتمنى يعني ان هي تكون موجوده. في نوع تاني هو هاي امباكت بس هاي افورت، دول مم. بيسموها الميجر بروجكت. هو فعلا ده بقى كور الشغل اللي انا بعمله. المشكله في الجزء بقى اللي تحت من الماتريكس، مم. لما يبقى عندي لو امباكت ولو افورت، دول بيسموها فيل ان جوبز، يعني على الماشي، اللي هو حاجه انا مضطر اعملها ما لهاش امباكت قوي بس هي لازم تتعمل، Yes. بس هي مش متعبه قوي فخلاص بتعدي. المشكله وهو ده اللي فكرني ماتريكس دي. بالحكايه دي، حاجه اللي هي ان انا بعمل very high effort بس low impact. دي مم. اسمها من اسمها كده بتفسر كتير قوي قوي قوي. جمله بتقول ده انا حتى ما شكرونيش على كل اللي تعبته ده، على كل اللي عملته ده والتعب اللي تعبته، ما قالوليش شكرا. فساعتها بنحس ان الناس جحده. الفكره ان احنا عملنا effort بس ما عملناش impact. مم. ودي اسمها ايه في الماتريكس؟ اسمها thankless tasks، حاجات مش هشكرك عليها. ف حاجه من الحاجات المهمه ان انا محتاج ابتدي اتشوز ماي باتل، زي ما انت بتقول. هو انا بدور على ايه؟ انت المجهود بتاعك يبقى على حسب الامباكت. Yes. فلو انت عمال تدي وتحرق او تعمل مجهود قوي في حاجه هي ملهاش امباكت قوي، او مش هتفرق مع مديري او مديري، مش ده اللي احنا عايزينه، مش ده الديبارتمنت بتاعنا عايز يتوجه له. فغالبا دي حاجه من الحاجات اللي بتبقى thankless tasks، فما تديهاش مجهود. دور على الكويك وينز، دور على الحاجات اللي بهاي امباكت عامه، سواء كويك وينز او ميجر بروجكتس، بس اهرب من الحاجات اللي ملهاش امباكت يعني. فلانه ده مثلا ممكن يرفلكت على حاجات تانية كتير، زي انه يبقى عندي انواع من مديرين تانيين اللي هو بقى ما عندوش اصلا اوبجكتيف يعني. وده نوع بقى بشع، مش عارفه انت عديت عليه ولا لا، اللي هو احنا شغالين بالبركه، صباح Yes. الفل يا جماعه، الكلام على ايه؟ عديت عليه؟ عديت. بس انتي قولي لي لو في بقى ستوري، حدوته حابه اوكي. تقوليها لنا ليها علاقه بالنوع ده انتي عشتيها، وقولي لنا عملتي ايه او قاعدي في ايه. طبعا عندي اكزامبل لكيس زي كده، بس المشكله ما كانتش الحح دي بس شكلها جايه من جوه، فاهمه؟ يعني في زعل. الاكزامبل ما كانش الازمه، انه ما كانش بس في حته ان احنا ما عندناش فيجن، ما عندناش جول. هو كمان ما كانش اشتغل الفانكشن ده قبل كده، فهو ما عندوش التكنيكاليتيز بتاعت اللي انا بعمله 100%. فهو بيشتغل بطريقه ما، هو ما يعني مش عنده قوي التفاصيل اللي احنا محتاجين نعملها. فكان ممكن يطلب منك مثلا بلان، فعلا البلان ممكن اقعد اعيد فيها 19 مرات. يعني عندي اكزامبل ان في بلان قعدنا نابديت فيها 7 شهور و we didn't implement لغايه لما غيرناها خالص. ليه؟ لان انا ولا عندي دايركشن، وعمال اغير في الدايركشن اصلا. وطبعا الاستراتيجيك دايركشن ما ينفعش يتغير كل شهر شهرين، او ما ينفعش ان احنا كنا بنفوكس على 1 2 3 وده اللونج تيرم جول، حتى مش استراتيجيك دايركشن، حاجه اقل شويه. واللونج تيرم جول ده عمال يتغير كل اسبوعين 3. ده كان اكزامبل يعني. فاللي بيحصل او الكيس دي كانت بتبقى محتاجه ان انت تعمل شويه حاجات، زي في اوقات انت محتاج تبتدي توضح انه انا مثلا انت بتطلب مني بلان معينه، وتقولي مثلا قولي لي كام موظف هيبقى في القصه دي. انا عشان اجيب لك الداتا دي انا محتاجه اروح لمثلا التيم بتاع HRIS اللي هو بيشتغلوا على السيستم، يطلع لي عدد الامبلويز وفي كام بوزيشن والتقسيمه دي هتاخد وقت قد ايه، وابتدي اشتغل واقول له ان الانبوت ده عشان يطلع انا محتاجه مثلا اسبوعين 3 بنشتغل على ده. فلو دي مش الحاجه الاساسيه او مش ده اللي انت بتدور وراه، تعال نشوف ايه الجول بتاعنا. كان دايما بنجري ورا حته ايه الاوبجكتيف بتاعنا. لو ده يعني مش موجود عندك، تعال اقول لك انا بفكر ازاي. لانه في الحته دي انا الاكسبرت شويه، لان انا اللي عارفه الشغلانه. ساعات كتير لما تروح تشتغل مثلا في ستارت اب او بتشتغل بتريبورت لحد انت الهيد بتاع الفانكشن اللي انت فيه، اللي فوقك ده هو ماسك اكتر من فانكشن، فميبي يبقى اللي انت بتعمله هو مش عارفه، انت ساعتها الاكسبرت، انت اللي محتاج تقترح. فدي اول حاجه. تاني حاجه ممكن تتعمل، ساعات كنت ببقى بحاول انفولف ستيك هولدرز من بره، سواء الستيك هولدرز دي مديري
او حد من برانا، يعني حد من تيم تاني. مثلا هنعمل بلان للتيم بتاع الاوبريشنز، فانا هدخل حد من تيم الاوبريشنز اللي هو خلاص احنا اتربطنا بكلمه قدام الستيك هولدر. فلو انت بتفكر مش ان احنا هينفع طب نرجع. ما يعني هنقعد نجرب مش هنجرب، نشوف نعمل خطه تانية، لا ساعتها كنا بنقول طيب عشان خاطر احنا اتفقنا معاهم على كذا، تعالى نجرب على سكيل صغير. اللي بيحصل ان لو انت بتتكلم بقى في حاجه يعني عندك فيها حق، اللي على السكيل الصغير ده بيجيب نتائج، فتبتدي تقول يلا نكمل في ده. بس هو يعني مش حاجه سهله ابدا ان انت تهندل حد اعلى منك عنده اكسبيرينس اقل منك في الحته الصغيره اللي انت بتعملها وما عندوش بلان. يعني الاتنين مع بعض كان كومبو صعب شويتين 3. بتشوفي ان هم كتير جوه اي اورجانيزيشن عامه؟ اللي ما عندوش بلان ممكن اقول لك كتير، لكن الاستراتيجيك جول بيتغير كل شويه، لا لانه يعني مش دي الكيس، وبيبقى قليل قوي. دي بتبقى كمان في المالتي ناشونال او في الحاجات الكومبانيز الويل استابليشد، ده بيبقى قليل جدا، لان انت عندك الجولز جايه لك من بره، من الشركه الام، جايه من الهيد اوفيس، يعني في ايا كان في انهي بلد محتاجين ننفذ بقى بالظبط. الكلام ده. فلو احنا هننفذ فانا عندي جول خلاص، انا عارف. ده بيبان اكتر في الشركات اللي لسه مثلا فاميلي بزنس، في حاجات احنا يعني مستنيين صاحب الشركه هو اللي بيتكلم، يعني الموضوع خلاص الكبيره هي اللي تقول الاول، بعد كده احنا نفولو. بالظبط. فده اللي بيغير شويه فكره الدايركشن. لكن فكره بقى ان انا ما عنديش بلان، او انا مش اورجانايزد، او انا جو صباح الفل يا شباب بقى هتكلم على ايه النهارده، ده للاسف موجودين كتير. عايز اقول لك برضو على نوع شويه مختلف، وده برضو بنشوفه في عده تيمز بنشتغل معاها. يعني المدير اللي عنده ايجو عالي، او اللي عنده غرور ملوش حل، يا ملوش جماعه اخر. تعالوا شوفوا قد ايه انا فظيع. هو بيحاول يعمل كل حاجه عشان يبين قد ايه هو جامد. واحيانا الموضوع بيوصل لمرحله انه ياخد الكريدت من التيم علشان ابقى انا الالفا، انا الجامد، انا القوي، انا اللي ماليش حل، انا اللي ما حدش يعرف يريبليس اللي انا بعمله نهائي. انا افتكرت يعني واحد من اكتر الناس اللي انا بحبهم، وهو كان بالنسبه لي السبب ان انا اخش الكارير بتاع التريننج. هو اول ترينر شفته في حياتي كان شريف عيد. كان بيقول لنا يا جماعه لو سمعت من اي حد كلمه ان هم شافوني فانبهروا بيا، عارف ان هو يعني ما كان بيقول لنا لا هو صراحه كان بيقول جمله اعنف شويه، ينفع نقولها دلوقتي يعني لا كان ما ينفع نقولها. كان بيقول لنا يا جماعه لازم تبقوا عارفين ان محدش هينبهر بيك غير امك. يعني انا اسفه على اللفظ، بس ده حقيقه. ما فيش حد بيقعد بقى يقول واو فظيع غير لأم ابنها بيمشي أول خطوة مثلا. لكن يعني فكرة الناس انبهرت بيا إن أنا فظيع، أصل قعدوا يقولوا قد إيه إن أنا ما حصلتش، ده يعني ألارم كده، ريد فلاج، إحنا عندنا مشاكل نفسية محتاجة تتعالج. فده وللأسف كتير جدا جدا. يعني ما عدتش على شركة مثلا شفت يعني إلا لو شفت حد مش شرط بقى معايا في نفس الديبارتمنت، بس ميبي يبقى في ديبارتمنت تاني او مديري او ايا كان عنده حته الايجو يعني. يس، وبيبقوا باينين هم ما شاء الله، ما بيبانوا يعني، هم باللي بيعملوه بيبانوا. وفي ميتينجز احيانا بتروح لمجرد ان الشخص ده قرر يفتح توبيك علشان يحكي لنا تاريخه لما طلع المريخ سنه 1986 لاول مره. فبنبدا نشوف انبهارات بقى ومفاجآت وحاجات كتير قوي. قطع شرايين. فشايفه انه نتعامل مع النوع ده ازاي؟ اولا رايي انه مش من الذكاء ان انا اكسفه، ومش من الذكاء ان انا احسسه لا ده انت ما بتفهمش بقى واللي انت بتقوله ده. يعني دي من اكتر الحاجات الانتميديتنج. والشخص ده اللي يعني معظم الناس اللي بتعرف تتكلم بالطريقه دي بيبقى عنده كاريزما بشكل او باخر، فهو بيستغل ده. فمش تبقى اذكى حاجه ان انت تعديه من النقطه دي. واحيانا يعني ما بيكونش فيه كاريزما، واحيانا خلينا برضو منطقيين. انا قلت عشان معظم مش كلهم، بس فعلا مش من الذكاء ان انا اعديه. بس بالعكس دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتلاقي بقى ناس كتير قوي بتستغلها، اللي هو ايه يا رياسه. وطبعا كل المطبلاتيه نركن الطبله بس على جنب لو سمحت. وده بيبقى استغلال. والعكس يعني عاده المديرين اللي بيبقى عندهم الايجو عالي هم بيختاروا المطبلاتيه، والمطبلاتيه بيبقوا اكتر ناس مقربينهم ليهم وبيبقوا بيكبروا جدا. يعني اعتقد انا اول ما بنجيب سيره الكلام ده في التريننج بلاقي الناس بتقعد تضحك. يعني في حاجات بتنور جوه، هو في افكار وقصص وستوريز وبني ادمين بتعدي كده، وشريط حياتي بيعدي مع مدير معين.
الفكره انه انا محتاج ان طول الوقت يعني لازم تديله مساحه ان هو يتكلم، وانت مش محتاج تعديه في الحته دي. ودي حاجه من الحاجات اللي عامله في وجهه نظري، مش عارفه انت شايف ايه، زي مديري بياكل بصوت، ما تقعدش جنبه. هو تاكلش هيقعد معاه. يحكي يعني هو يقعد يحكي عن نفسه، ماشي يا حبيبي شاطر تمام. طب ايه رايك بقى ننفذ ازاي؟ وانت ابتدي تخش معاه على حاجه، يلا بقى بلان، يلا هنعمل ايه، يلا كول تو اكشن، ايه الستبس اللي هناخدها. فدي حاجه بتتكرر كتير قوي. فهل انت يعني حصل معاك او انت اديت رد فعل مختلف عن اللي انا كنت بقوله دلوقتي؟ بصي، هو بصراحة اللي أنا عشتهم ليهم علاقة بالإيجو عامة. أنا ما عنديش مشكلة مع الإيجو، اللي هو أنت حد بيبقى فرحان بنفسه، إنجازاته أيا كان تأثيرها عامل إزاي على البشرية اللي إحنا عايشين فيها، مش فارق معايا. بس اللي تشالنج عندي بيبدأ في حتة إنه أبقى حاجة أنا عاملها، ألاقي شخص بينسبها اه لنفسه اه علشان يبان إن هو قوي. اوكي. وخليني أحكي لك حدوتة حصلت برضو من كام سنة، يعني كتير انا قوي. بقلق قوي من حواديتك. لا متقلقيش. في حد قبل كده كنا اشتغلنا على اناليسز ليها علاقه بتريدنج، كنا بنشتغل عليه، و ريبورت كده سحبناه، وبدانا نشوف الناس امتى في اي مرحله من التريننج بتبدا تضرب تقع مننا، لان الجيرني كانت بتبقى طويله شويتين، علشان نشوف ايه اكتر سبب منطقي بيخلي الناس فعلا تمشي. هل هو ليها علاقه بالترينر او الكونتنت او ايا كان بقى، محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل. حلو. فالاتريشن عالي ليه؟ فعملنا اناليسز لطيفه جميله، وعايز اقول لك بقى انا كنت بطبق على الاناليسز، ومثلا ابقى ماشي من الشغل الساعه 10 11 بالليل علشان بجمع داتا وحاجات، واجي الصبح ابقى الساعه 7 ونص 8 في المكان قبل الناس ما تيجي، عشان ابقى مركز ومحافظ على تركيزي والكلام ده كله قبل الدوشه ما تحصل. مهم بعتها للشخص ده، وقلت له انه ده الخلاصه من دي الزتونه، اتفضل حضرتك شوف احنا محتاجين نعمل ايه. اتفاجئت بعد كده انه كان في ميتنج اتعمل للليدرز، يعني مع الحد اللي هم ريبورتنج ليه، وبداوا يعرضوا ايه الحاجات اللي هم عملوها وهكذا. فعرض الداتا دي على ان هي حاجه هو اللي عمل. بتاعته. اوكي. والحقيقه انا كان حظي حلو انه في حد من الناس اللي كانوا موجودين كان عنده فكره عن الاناليسز اللي انا اوكي. عملتها، وهو اللي بدا يمنشن انه دي اللي كان يحيى عمل فيها مش عارف ايه، فالموضوع حظك ما حلو كانش فعلا. فدي في حقي جالي، وانا ما عملتش اي حاجه. بس برضو في ناس كتير بتعمل ده، سواء بقى بيعملوه عن قصد او عن غير قصد، ودي بقى فكره السيلف اويرنس اللي احنا بنتكلم فيها. اكيد الشخص لازم ينسب الشغل ده للتيم بتاعه، بس في حاله انه انا بتعرض للسيتويشنز دي مع مديري مثلا، فانا محتاج احاول ابين شغلي بنفسي على قد ما اقدر. دي نقطه مهمه قوي. بلاش فكره الثقه العمياء في كل الناس اللي حوالينا، بزنس بقى او بره البيزنس وهكذا. دي مش حاجه عامه لطيفه، فكره ان انت تتعامل مع الشخص على انه لا هو مستحيل يعمل كده. طب انا جاي لك من المستحيل بقول لك انه ممكن يعمل كده عادي، فتوقع اي حاجه ما فيهاش تن مشكله تن يعني. تن انا بالظبط المستحيل. ايوه مفاجاه مش كده. فالثقه العمياء عموما، انا مش بقول ان احنا تبقى علاقتنا بالناس وحشه عشان بس ما حدش ياخد الكلام بشكل عام. ما بقولش ان احنا نبقى وحشين بنخون بعض، بالعكس، احنا كلنا اصحاب، كلنا ناس بتعمل مع بعض كويس، كلنا بنشير مع بعض وبنشيل بعض في الحلو وفي الوحش وهكذا. بس في الاخر بلاش تبقى الموضوع اكستريملي انا ماشي مغمض وساند على حد ومكمل. اوكي. دي مش حاجة عامة كويسة جوه البيزنس بشكل عام، مش لحاجة وحشة، بس في الاخر انا تعبت في حاجة عشان تحفظ حقك. محتاج ابينها. انا عديت بموقف شبه كده برضو شويه، بس ساعتها انا ما كنتش عارفه اتعامل وطلبت راي يعني كارير كوتش. قعدت تتكلم معايا. يعني كان الموقف انه في حاجات احنا بنبعتها لمديرنا انا والتيم بتاعي، وبنبعت له ان احنا عملنا البروبوزلز الفلانيه. فبالصدفه انا رحت الهيد كوارتر، فلقيت ان الناس بيقولوا انتوا عملتوا ايه، ففهمت انه بياخد كل الشغل بتاعنا ويقول اصل انا اللي عملته. فاحنا اللي انقذنا ساعتها انه كان في تراكر
عاملين زي تراكر كده بنقول ان احنا عملنا 1 2 3 4. فكل يوم عملت كذا، واليوم الفلاني بعت كذا، وعندنا ايميلز. هو ما كانش بيبين قوي ده، فاحنا عملنا ايه، انه في اخر السنه انا رحت بعت الكلام ده، كان قرب اخر السنه يعني، فبعت انه يا جماعه ده الحاجات اللي احنا عملناها، وواحد اتنين تلاته دول بتوع فلان في التيم، ودول بتوع فلان، فالتوتال كذا. وعملت منشن ليه في الايميل، بليز انت زود الحاجات اللي انت عملتها بايديك. فكان فرق رقم مرعب، وده كان حاجه فاصله. ساعتها كنت متضايقه منه جدا جدا، ما كنتش عارفه اتعامل في الموقف، لانه عرفته بالصدفه زي ما برضو انت بتقول انا كان حظي حلو. لكن فعلا عماله افكر ايه اللي كان ممكن اعمله، فرحت اتكلمت مع الكارير كوتش دي، فادتني نصيحه غاليه قوي. قالت لي بصي يا جولي، انت محتاجه يبقى ليكي البصمه بتاعتك في اي حاجه بتعمليها. فور اكزامبل، انا قعدت اتكلم معاها بتفاصيل ايه الحاجات اللي انا قدمتها. قالت لي طيب انت تراكر ده خلي الالوان بتاعته مميزه تو ان اكستنت، اي حد هيشوف ان ده معمول على اكسل بالالوان دي هيفهم ان ده بتاعتك. وكانك بتحطي البصمه بتاعتك، وده اللي معروف ان دي اللي انت عاملاه. لو من الاخر اللي قدامي ده، او انا عارفه المانجر ده ما بيفكرش بالطريقه دي، فاي حد برانا هيشوف الحاجه دي يبقى عارف انه ده مش انت، فهيلينك بيكي يعني. بالظبط. مش شرط يلينك بيا على قد ما شرط ان هو يلينك ان ده مش فلان. شوفي ايه اللي انت بتعرفي تعمليه، هو ما بيعرفش يعمله، عشان ما يقدرش ياخد الكريدت ان انا اللي عملت ده. فكانت حاجه من الحاجات اي اوبنر جدا جدا، انه هو كده مش هيعرف ياخد اللي انا بعمله، هو الحته دي هو ما بيعرفش يعملها، فالحته دي نقطه قوه عندي. انا مش قصدي اقول ان هو ضعيف، بس قصدي اقول ان دي الحته بتاعتي، دي السيجنيتشر بتاعتي. فكل ما حطيت على الحاجات اللي انا بعملها سيجنيتشر، كل ما زي ما انت بتقول انه يبقى في فكره ان انا بحترم الناس وبحذر، يعني باخد حذري وحريص قوي في الحته دي. فانا ببعت كل حاجه باي ايميل، بحط CC للمدير اللي فوقينا وهكذا. كل ده ما بيحافظ على الكريدت بتاعي، انه مفيش حاجه تتاخد وتتعمل من شغلي انا باسم حد تاني. طيب في نوع تاني بتفكري فيه حابه نتكلم عنه جوه البيزنس؟ هم انواع كتير قوي يعني. انا حاسه ان احنا لو يعني ممكن نعمل 90 حلقه عن صح؟ الموضوع ده. واعتقد الناس في الكومنتس هتقول لنا انواع طبعا قصص زياده كتير فظيعه. قوي. بس انا من اكتر الانواع يعني طبعا حته الكريدت دي، لان كان موقف عشت فيه شهور كتير بنجري ورا الحته دي، وتعلمته بدرس صعب. وبالنسبه لي في انواع تانية بتبقى مش لطيفه، زي المدير اللي عنده مود سوينجز، دي سخيفه شويتين. واكتشفت ان انا من الناس اللي عندها الحته دي بصراحه. ف يعني كنت بحس انه الامباكت بتاعها حاجه سخيفه قوي ورخمه عليا، وانه هي النهارده رايقه فخلاص تمام الدنيا هتبقى حلوه، لا النهارده متنكده ابعد عنها السعادي. فدي حاجه ما كنتش واخده بالي ان انا كمان بعمل كده، مع ان دي حاجه من الحاجات اللي انا اتلسعت منها. انا هقول لك انا ايه البراكتس اللي بقيت بعملها يعني، علشان احافظ ان انا ما اخبطش في حد. وانا مثلا في البيك بتاعي، انا مثلا لو دخلت في اي وقت حسيت انه انا دلوقتي المود بتاعي مش لذيذ، مثلا انا تعبانه او ايا كان، ببقى دايركتلي بقول للتيم يا جماعه معلش خلينا اي حاجه احنا عايزينها، مثلا نحدد ميتينجز معينه وارمي الميتينجز على يوم ابعد شويه. لو اي حاجه urgent ابعتها لي في ايميل، علشان اتجنب ان انا ارد اي رد ايموشنال على حسب المود سوينجز بتاعتي دلوقتي. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتفرق لي انا شخصيا. بس لما مديري يبقى هو اللي عنده القصه دي، مش عارفه انت عديت بالقصه دي ولا لا؟ شويه يعني. أوكي. في ناس اشتغلت معاهم عامه هم ايموشنال قوي، واحيانا بحس ان ده على الاكستريم بيروح لفكره انه بعضهم ممكن يبقى شخصيته ضعيفه شويتين. احتكيت بيهم برضو. كنت بتعمل ازاي؟ ما بحاولش اودي الموضوع لحته بيرسونال، بحاول اتكلم بيزنس قوي يعني. انا بتعامل مع الناس دي انه احنا مش صحاب، مش قرايب، مش عيله، مش اي حاجه، احنا 2 بيشتغلوا مع بعض. والافضل انه لما الاقي اللي قدامي حد ايموشنال قوي ابقى مركز قوي ايه الكلام اللي انا بقوله. يس. لانه في الاخر انا اللي هعاني من الردود الافعال اللي ممكن تبقى بقابلها قدام. الناس بقى ضعاف الشخصيه شويه، بحس انه صعبه، لان احنا دايما اي حد فينا بيشتغل بنفضل نقول المدير نص الشغلانه ومش عارف ايه، والكلمه دي فضلت تتردد فتره كبيره جدا في كل السوشيال ميديا وهكذا، which is انا مش ضدها. ولكن تخيل بقى ان المدير اللي هو نص الشغلانه ده ممكن يبقى ضعيف الشخصيه.
فانت مش حاسه ان عندك ظهر، او مش حاسه انه انا لو وقعت او غلطت هلاقي حد معايا. بالعكس انا ممكن الاقيه ضدي اصلا، لانه في الاخر بتاعتك انت اللي غلطان، مش ذنبي. فبيبقى التعامل معاهم صعب ومزعج، واعتقد قليلين اللي بيعرفوا يشتغلوا مع النوع ده من المانجرز او الليدرز، انلس بقى ان في ناس تعرف تضحك عليهم كويس. اوكي. ودي برضو نقطة مش لطيفة. يعني هو بيبقى عارف ايه نقط الضعف اللي موجودة عنده، فبيحاول يستغلها لصالحه بشكل ما. بس في الاخر احنا في شغل يا جماعة، يعني احنا رايحين علشان نشتغل، مش علشان نحل مشاكل الناس، الا لو على سكيل في حدود برضو العلاقة اللي احنا عاملينها مع بعض. لانه مش معنى اني بقول ان هي شغل او الناس تاخد كلامي على الاكستريم، لا منها بوزيتيف قوي ولا منها نيجاتيف قوي، لا احنا في النقطة اللي في النص، وده بالنسبة لي كافي قوي. فضعيف الشخصية عامة بيبقى صعب بجد، متعب، لان انت بتحسي انك بتعملي كل حاجة لوحدك. يس. حاسة ان انت عملتي حاجة حلوة، تمام، طيب عملتي حاجة وحشة، تمام برضو، بس بالعكس دي بقى اللي ممكن تبقى متبروزة هنا في حتة قد كده علشان يبقى معروف انه الغلطة دي بتاعت جولي، لان هو في حد تاني قرص عليه الناحية التانية فجيت طلعها فيكي انت. يس. فدي بتبقى متعبة شويتين. فالافضل انه على قد ما نقدر برضو نحاول نبين شغلنا بنفسنا. مش بحب فكرة ان انا اكون بتعامل مع حد ضعيف الشخصية من غير ما يكون فيه، مش عايز اقول دوكيومنتيشن، بس حاجة تبقى مورية الناس برضو احنا بنعمل ايه، مين بيعمل ايه، مين بيشتغل على ايه، علشان في الاخر انا الحاجات اللي بعملها تتنسب ليا ويبقى متشاف ايه اللي انا بحققه كويس. Yes, what's not documented is not said. يعني دي جملة من الجمل اللي يعني ما كنتش بؤمن بيها، بس خلاص يعني أي حاجة ما اتقالتش في إيميل أو مش مكتوبة على مثلا حاجة official communication channel خلاص ما اثبت. يس. وبرضو تاني انا دايما بحب اقف عند فكرة انه يا جماعة ما نروحش الاكستريم، لانه في اوقات انا حد بثق فيه which is مش الكيس اللي بنتكلم عنها، حد انا بثق فيه هطلب منه حاجة هيقول لي طب سيبني انا اتصرف، وبيتصرف Yes. من غير ما ابعت له حاجة. فاذا التراست ما بيني وما بين الشخص اللي بتكلم عنه هي المقياس دلوقتي، هي الكورنر ستون او حجر الاساس اللي على اساسه بتتبني العلاقه دي. Yes. في ليدرز هتلاقي ان انت بتتكلم معاه في حاجه هو طالما وعدك فعلا فهو هيعملها، في ناس تانية هيفضل يثبتك من هنا لحد السنه اللي جايه، وفي الاخر مفيش حاجه تثبت اللي انت بتقوله، فيلا خلينا بقى من هنا لحد بكره يعني. مين تاني من المديرين؟ ذكريات يعني مؤلمه جدا. عمالين ندوس على حاجات صعبة قوي بصراحة. مين تاني من المديرين بالنسبة لك صعب؟ من المديرين بالنسبه لي صعب، حتى ممكن ما تكونش انت عديت عليه بس بتشوفه في شغلك، لان احنا بنحتك بمديرين كتير قوي يمكن ما اشتغلتش معاه قوي بس شفت ناس كتير قوي اشتغلت مع التايب ده من المديرين. المدير الجوست، مش جوست نوع عفريت يعني بس الجوست اللي هو احنا محتاجينك بس مش لاقيينك، اللي هو انا ببقى بدور على الشخص ده عشان استشيره في حاجه او اخد رايه في حاجه ممكن تبقى سريعه جدا، مش هتاخد وقت، مش هيحصل اي حاجه. فانا بالنسبه لي مش لاقيه، مش عارف اوصل له، ما بيردش عليا، ما بيرجعليش، انا مش عارف طب انت موجود ولا مش موجود، طب انت هنا ولا مش هنا، طب انت معانا على الكوكب ولا رحت كوكب تاني ولا ايه اللي حصل. معلش انا مشغول، انا مسحول، مش قادر، انا اسف، انا هرجع لك، انا عارف. بالظبط انا عارف بالظبط. وطبعا لو احنا فعلا تيم بيشتغل مع بعض وعلى حاجات كتير، فاحنا نبقى عارفين ان الشخص فعلا ربنا يعينه، بل بالعكس انا هحاول على قد ما اقدر ما ارجعلوش لان انا عارف ان هو مسحول. بس الفكره ان احنا مش بنبقى الايند، مش عارفين هو بيعمل ايه وهو مش عارف انا بعمل ايه، وبالتالي بنحاول نوصل لبعض مش لاقيين بقى النقطه اللي نوصل فيها لبعض دي. فهل جربتي النوع ده ولا لا؟ للاسف جربته عملتي ايه؟ كتير. اولا بعيط كتير ولازم نعيط يا جماعه، نفرغ كم من الطاقه الفظيع. حمام يشهد طبعا. يا جماعه انا بقعد في حمام الشركه اكتر بكتير ما اي حاجه في الدنيا عشان بفضل اعيط هناك لا بس يعني الحمد لله كبرت شويه على مرحله عياط الحمامات ده. المهم يعني بعيط في الشارع عادي. لا مش قصدي كده الموضوع كبر. لا انا شايفه انه من الحاجات الاساسيه للمدير الجوست اللي مش موجود انه احنا غالبا بيبقى لينا قاعده كل فين وفين. في القعده دي بنتفق شويه على ايه القرارات اللي انا هاخدها بسهوله، وايه الحاجات اللي انا
على الاقل محتاجه ارجع لستيك هولدر او 2 علشان هم اللي هيقرروا الحاجه دي عشان ما خلاص. اقفش عليه في الاخر. بالظبط. فغالبا احنا بنحدد في القعده دي الاوفرول جولز اللي احنا عايزين نوصل لها، الاوبجكتيفز بتاعتنا، والباقي انا بتعامل. الفكره انه لو انا مش عارف اتعامل وعندي مدير اللي هو الجوست ده، هيجي بمنتهى السهوله هيضحى بيا انا ومديري وكلنا، لانه انت مش عارف تتعامل، مش مطلع انبوت، مش مطلع اوتبوت، والدنيا واقفه طول الوقت عندكم. ليه؟ لانه مديرك مش بياخد قرار وانت مش بتاخد قرار. فلو هو مش لاحق، يعني ربنا يعينه، وساعات كتير بيبقى حد شاطر جدا ونفسك تتعلم منه فظيع وبتاع، بس انت مش لاحق، فاحنا بنحط بس الدايركشن. احنا نتفق على 1 2 3 4، وفي كل مره في قرار كان لازم تاخد بسرعه انا ببعت له هو انا مش عارفه انت هترد عليا ولا لا، بس في الكيس الفلانيه انا فكرت في الحل 1 2 3 وبالنسبه لي انسب حل كذا، هل في حاجه مختلفه اعملها؟ حلو ده. ومثلا في خلال نص ساعه لو ما ردش، طيب انا بس كنت مضطره ان انا اخد اكشن، فانا هاخد اكشن اللي انا رجعت فيه. فاي كيس هو مش هيقدر يجي يقول لي انت ليه خدتي الاكشن ده. يس، لان انا حاطه في الصوره معايا في كل حاجه بالظبط. وفي الاخر انا ما عرفتش اوصل لك. ساعات كتير ببقى مضطره ان انا اوصل مديري ده. بس في الكيسز الاكستريم، لانه لو هو جوست انا كل مره هرجع في كل قرار صغير وكبير هرجع مديري، خلاص بقى يعني كده انا بودي نفسي بس كده بقى في كل حاجه خلاص. يعني انا في حته بنروح في حته مش لذيذه، ان مديرنا بيبقى شايف انتوا ايه، فين الالاينمنت ده. ودايما بكيب انه في مثلا تراكر، في شيت، في انا اؤمن ان التمبلتس حاجه من ضمن الحاجات اللي بتنجز حاجات كتير، وبتساعدك ان احنا مش هنقعد بقى نعيد اختراع العجله من الاول. وبلس ان انا بعرف ارجع لاحنا عملنا ايه ووصلنا لايه وايه التفاصيل. فهو لو احنا قاعدين لا هو مديني دايركشن ولا هو موجود ولا هو بيابروف ديسيجنز، انا بشيله لغايه لما يبقى في اي مصيبه هو هيضطر يخش فيها خلاص. فبقيت بتعامل انه انا ماليش مدير. وفي مرحله احيانا بتبقى اسوأ، ان هو لما بيفضى، لو انا بقى مش بديله الابديتس زي ما انت بتقولي كده، لما بيفضى ويبدا يحس انه لا الدنيا انا مش مسيطر، تعالي بقى قولي لي انت بتعملي ايه، تعالى بقى قول لي انت هنا وصلت لفين، تعالى قول لي مش عارف كذا 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 كذا، في حين ان انا اللي كنت بحاول اجري وراك، اجري الناحيه التانية، بس في الاخر انا ما حطيتوش في الصوره، فممكن يتخيل احيانا ان انا ما عملتش حاجه او مش بعمل حاجه. That's why التراكرز دي منقذه، انه احنا عملنا ايه النهارده وخلص، بدأنا الساعه كذا وجالنا الساعه كذا. عشان كده زي ما كنت بقول لك ان التمبلتس دي حاجه من الحاجات اللي فعلا مهمه، بتختصر عليك وقت وبتختصر عليك يعني مش بس تمبلتس، قصدي تمبلتس وتراكر ان هو احنا عملنا ايه النهارده، واقعد اكتب. يعني حاجه من التاسكس السخيفه اللي انا بكرهها وكل التيم بتاعي بيكرهها بس احنا بنعملها برضو هي التايم شيت. ان النهارده انا عملت ايه، ده بيساعدني افتكر انا عملت ايه، خدت وقت قد ايه. لما اجي بلان اقول انه سوري احنا مش هينفع نعمل البروجكت ده في الوقت ده لانه احنا بناخد قد كده في البروجكتس المماثله. فدي حاجه من الحاجات اللي بتساعدك ان انت تو سيت اكسبكتيشنز. اوكي. بس ايه تايبس تانية او ايه حاجات تانية كنصايح تنفع عامه ان جنرال على كل انواع المديرين؟ يعني ازاي افهم اصلا مديري؟ بصي انا بشوف ان واحده من الحاجات اللي الناس محتاجه تعملها اول ما تبدا تدخل تيم جديد او مكان جديد، انه يسمع اكتر ما يتكلم، لانه حماس الشباب في المرحله دي مش هو المطلوب خالص. اللي انت داخل بقى عايز تقول وتعمل وتثبت وتسوي وتشيز كويس، يعني الطاقه دي محتاجينها، بس ما تطلعش في البدايه. محتاجين انه الموضوع في البدايه انت بتتعرف على الناس، بتعرف مديرك، تفهم ستايله ايه، هشتغل معاه ازاي، ايه العيوب اللي عنده هعرف اتعامل معاها، ايه العيوب اللي عنده مش هعرف اتعامل معاها، فابدا افكر هعمل ايه. يس. لانه برضو خدي بالك من حاجه، لانه مش منطقي ان انا كل ما اروح شركه الاقي مانجر مش على مزاجي امشي. ما كده مش هنشتغل في ولا يعني شركه ولا مش هنقعد في اي بوزيشن. افتكرت عادل امام اللي هو البلد كلها كده هتنام في الشارع بالظبط يعني فمفيش حد هيشتغل. لانه احنا بنقول انه انا مفروض على الشخص ده والشخص ده مفروض عليا، سبيشالي ان احنا بنكتشف حاجات مختلفه لو عملنا انترفيوز من هنا لحد الاسبوع اللي جاي. برضو في حاجات كتير انا مش هشوفها في مديري غير لما اشتغل معاه ونبقى مع بعض كل يوم، والعكس صحيح. مش معنى ان انا لقيت نوع من اللي احنا اتكلمنا فيهم ان انا اقدم استقالتي، لانه كده محدش هيشتغل. الهروب عامه مش هو الحل، هي دي بقى النقطه. يعني انا عارف ان احنا بنتكلم في انواع كتير مش لطيفه للشغل معاها وهتاثر علينا بشكل كبير نيجاتيف طبعا، بس في الاخر برضو ايه اللي في ايدي انا اعمله، ايه الحلول اللي افكر فيها
علشان احاول اعدي المواقف دي. طبعا فكره بقى ان انا ابقى بستشير مثلا حد ممكن يكون اشتغل مع الشخص ده قبل كده، ان انا استشير حد اكبر مني شويه سواء جوه المؤسسه اللي انا فيها دي او حد بره انا ممكن اكون بثق فيه مثلا. ففكره ان انا استشير حد دي حاجه كويسه، مش حاجه تعبني خالص، بالعكس انا بحاول اشوف انا هتعامل مع الشخص ده ازاي، لان انا ما اتعاملتش مع النوع ده قبل كده او التصرفات دي قبل كده. فان انا اسال او ادور على نصيحه زي ما انت قلتي من شويه، سالت كارير كوتش مثلا، وتشيز حاجه ما تعبش خالص البني ادم ان هو يدور ويفهم ويسال ويعرف يتعامل احسن وهكذا. بس الهروب مش هو الحل. برضو عايز اقول على حاجه تانية، باك تو بقى السيلف اويرنس اللي احنا اصلا بدانا بيها الابيسود بتاعتنا، انه في مديرين دلوقتي بيسمعونا بينطبق عليهم صفات من اللي احنا اتكلمنا عنها، بس هو زي الشخص اللي في الاول خالص بتاع عبد الشكور اللي هو انا بعمل حاجه مش لطيفه بس مش مدرك ان الناس شايفاها ومتضايقه منها. ودي فكره بقى اللو سيلف اويرنس، ان انا حد ممكن يكون عنده صفات مش عاجبه التيم او بتضايق الناس بطريقه ما، بس انا مش مدرك ومش مركز ومش شايفها اصلا. فانت بتشوفي لو المانجر محتاج يعرف اكتر عن الصفات او التيم بيبص له ازاي، شايفه انه يعمل ايه؟ اوكي، اكتر براكتس، محتاج ماتيوريتي، ومحتاج يعني ان البني ادم يبقى سوي انف انه يستنى يستقبل. هو البلايند اريا دي مش هتتعرف ومش هتتشاف غير لما اطلب من الناس فيدباك. فاكتر براكتس محتاج ماتيوريتي محترمه من المانجر هو ان انا اعمل anonymous survey. anonymous يعني مش معروف الاسامي، مطلوبش اسامي بتاعت الناس. يفضل ان هو يكون حاجه الكترونيك، يبقى فيها حاجه بتبعت للناس سيرفي او حاجه لينك ليها فورم علاقه او حاجه، فورم الناس بتملى فيها تقييم، وحط فيها جزء كواليتيتيف وكوانتيتيف. بمعنى ان انت هتسال الناس تقول له على سكيل من 1 to 10 انت مبسوط قد ايه مثلا، وقول له ايه الكومنتس بتاعتك عشان تبتدي تشوف على كل بوينت الناس هتريت كام %، وايه الكومنتس اللي كتبوها. ومن احسن الحاجات ان انت تقلب ده 360، بمعنى ان انت تخلي الفيدباك ده انه انا بقيم نفسي والناس اللي فوقيه بتقيمني، واللي في نفس الليفل البيرز بتوعي بيقيموني، والناس اللي تحتيه تقيمني. فابتدي اشوف انا شايفه نفسي كام. ففور اكزامبل انا مديه نفسي 5 out of 10 while ان الناس مدياني مثلا 9. فدي حاجه الناس شايفاها بطريقه، اللي فوقيه شايفينها بطريقه، واللي تحتيه شايفينها بطريقه، والبيرز شايفينها بطريقه، وانا شايفاها بطريقه. ده بيدي لك 360 فيو على كل بوينت محدد. فده واحده من البراكتسز القويه جدا اللي تعرفني الناس شايفاني ازاي. وكل ما اخترت اسئله كتير تكنيكال بقى وسوفت سكيلز والحاجات اللي بتقيس كل حاجه، مش بس بتقيس الشغل، لان الشغل بيتقاس بالبرفورمانس، بس التعامل والكوميونيكيشن وقد ايه الناس شايفاني والليدرشيب ستايل بتاعي عامل ايه مع الناس، ده بيبان قوي قوي في السيرفي ده. بس ان انت تكون سوي كفايه وناضج كفايه ان انت لما تلاقي الناس بتقول عليك عيوب معينه حاجه مش عجباني، فانا مش هقعد بقى افكر غالبا هو اللي هيكتب الكومنت ده فلان، يعني الكلمه دي ما تطلعش غير من فلان. ده براكتس طفولي جدا وبيقول ان انا مش سوي. فمحتاج شجاعه ان انت تعمل ده، مش حاجه سهله ان انت تخلي الناس تقولك ايه الحاجات الوحشه اللي انت بتعملها. ومحتاج تبرايورتايز. اوحش حاجه ان انت تقرر ان انت تغير نفسك في كل حاجه مع بعض طول الوقت. لازم تبتدي تحط برايورتيز. انا اشتغل على نفسي في ايه؟ نفرض انا فحت نفسي النهارده علشان اشتغل على ان انا اظبط التايم مانجمنت بتاعي، وازاي ان انا همانج الانرجي بتاعتي ثرو التايمينج في كل اليوم. وحد بيتكلم على عيب مش مؤثر قوي، يعني مش فظيع، مش في كور الشغل اللي بنشتغل، محتاجه برايورتايز. لا انا هركز على ده. انا عرفت ان انا عندي العيب ده، مش بقى هقعد اقول ان انا ما عنديش او انا مش هبقى شايفاه واكمل فيه، بس مش ده اكتر حاجه هبديها برايورتي. فرأيي انه سيلف اويرنس مش هيجي غير بالفيدباك، ان انا اسال الناس وابتدي اختبر نفسي، ويبقى ليا حد فوقيه بعينه كده كانه كوتش او حاجه. يعني تحيه لعلياء الدرديري الكارير كوتش بتاعتي. يعني بقالي كتير ما سالتهاش، بس يعني هي من اكتر الناس اللي فرقت في الكارير بتاعي. هي مش عارفه يعني انا ما قلتلهاش الكلام ده اوت لاود، بس هي النصايح بتاعتها، الحاجات التبس اللي بتديها لي كانت قويه وفرقت معايا في حاجات كتير. فلازم احط حد فوقيه يبقى ليا كاب، حد يكسر الايجو بتاعي يقول لي لا انتي غلط في كذا، ارجع لمديريني اسال الناس يعني، وابقى على استعداد ان انا لو عندي عيب معين كمدير او
مديري حتى عنده عيب معين لازم ابقى عارفه ان انا هتعامل معاه، مفيش حد 100%. فما ينفعش، وظلم للناس وظلم لنفسي ان انا اسيب ال 90% الكويسين اللي عند مديري وامسك في واركز حاجه في زي ال كده. 10% فاقول مديري ده سيء. هتعلم منه ايه بقى؟ يعني ممكن ال 10% دي السيئين هم دول اللي يعلموني اصلا الحاجات الكويسه، اخدش منها حاجه زياده. ما تنفعنيش انا في الشغل او حاجه. بالظبط. فاذا الافضل انه نبقى ماتيور انف لو هنعمل حاجه زي كده للتيم عندنا، ونبقى بنعملها علشان تو جات الفيدباك whether كان بوزيتيف او كونستراكتيف او نيجاتيف لو هنسميها بقى بشكل سلبي يعني. وما بقاش حاطط اكسبكتيشنز، ما تعملش موضوع كطفل انه فلان قال حاجه وحشه ده غالبا فلان اللي قبل كده قال لي في الميتنج مش عارف ايه وهكذا. يس. في عندك اي ادفايس تانية؟ انا شايفه ان الادفايس التانية غالبا هنإلابوريت بقى فيها في الحلقه اللي جايه اكتر، هي ايه الحاجات اللي انا بعملها كامبلوي بتتريجر رد فعل معين من مديري، فانا بقول ده هو عنده مشكله، وايل في الحقيقه عشان انا اللي عندي المشكله دي ده اللي بيطلع ده من مديري. فور اكزامبل انا وركهوليك وبشتغل في اي وقت وبرد في اي وقت ومش بقول لا وارجع اشتكي ان مديري بيوفرويلمي. فدي حاجه من الحاجات اللي هنا بقى دي مش غلطه مديري، دي مش مشكله عنده لوحده، انا سبب المشكله. فده اللي هنتكلم عنه المره اللي جايه. اوكي. فاذا الموضوع دلوقتي احنا هنبدا نتحرك من انه المانجر بيتصرف تصرفات مش عجباني which is valid وبنشوفها في البيزنس، بس خد بالك انه انت مش ملك، في اوقات بتتصرف Exactly. تصرفات هتامبكت انه الليدر بتاعك هو اللي يكون بيتصرف تصرفات ما تعجبكش، بس في الاساس انت السبب. وهل احنا بنشوف ده ولا لا؟ يس. اوكي. متحمس للحلقه اللي جايه جدا جدا. ماشي، بس ما ننساش انه نعمل سبسكرايب، فولو، لايك، شير، كومنتس، كل حاجه تتعمل يا ريت تعملوها. اهم حاجه نفعل زر الايه؟ الجرس. برافو ايوه عليك. سين عشان سين اهي. كنا بنختلف على هي جرس ولا لا احنا جرس مش وعمالين مختلفين نتخانق مش في- مختلفين مش مش مختلفين؟ مختلفين. لا ده ماشي. المايك. الحمد لله ما بقيناش مختلفين، ده المايك هو اللي فيه مشكله فعلا. نشوفكم الحلقه اللي جايه، وبليز اكتبوا لنا في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تسمعوا عنها اكتر، سواء في نفس التوبيك بتاع هاو تو مانج يور مانجر او اي توبيك عامه انتوا محتاجين تسمعوا عنه اكتر. باي 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 باي. روح يا باشا غير ونام.